السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم جميل عماد بقدم محتوى عن العربيات. النهارده هتكلم معاكم عن حاجه المصريين كلهم بيتكلموا فيها، ان اسعار العربيات الزيرو رخصت. طب هي فعلا عربيات الزيرو رخصت في مصر ولا لسه اسعارها زي ما هي والناس بتفتي؟ ولما بتيجي تبيع عربيتك المستعمله بيجي اللي بيشتريها يقول لك يا عم ده العربيات الزيرو رخصت، يعني المستعمل لازم يرخص. طب هي فعلا العربيات الزيرو رخصت؟ وايه السبب اللي خلى العربيات ترخص؟ وهل كل العربيات رخصت ولا انواع معينه بس؟ ولو عايز تشتري تلحق تشتري دلوقتي ولا تستنى؟ كل ده هتعرفه، بس كمل معايا الفيديو للاخر. اول حاجه، هي فعلا العربيات الزيرو رخصت؟ الاجابه ايوه، العربيات الزيرو رخصت بشكل ملحوظ. زي ما كتب موقع اليوم السابع، استمرار انخفاض اسعار السيارات في مصر، يعني العربيات فعلا بدأ اسعارها تنزل. طب ايه السبب اللي خلى اسعار العربيات تنزل؟ وفعلا في عربيات نزلت 350,000 وفي عربيات نزلت 150,000 وفي عربيات نزلت اكتر من 50,000 جنيه. طب ايه اللي يخلي العربيات دي سعرها نزل؟ رقم واحد، استقرار سعر الدولار. جزء كبير من تكلفة العربيات بيكون مرتبط بسعر الدولار، ومع استقرار او تحسين سعر الدولار وسعر الصرف في مصر، العربيات بدأ سعرها يستقر او ينزل في الاستيراد. زيادة المعروض في السوق، بعض الوكلاء ضخوا كميات كبيره جدا من العربيات في السوق الفتره اللي فاتت، سواء اذا كانت استيراد مباشر او انتاج او تجميع محلي. رقم 3، ركود السوق وضعف الطلب. بعد موجه الغلاء اللي حصلت في 2023 و2024، الناس بدات تتجه لشراء السلع الاستهلاكيه. يعني الواحد بقى بيروح يشتري سلعه استهلاكيه، مش هغير عربيتي، مش عربيتي محتاج حاجه واروح اغير عربيتي. فالناس بدات ان هي ما بقتش تشتري ولا مستعمل ولا جديد، فبالتالي المعارض والوكلاء بقوا بينزلوا في السعر عشان عايزين يخلصوا من المخزون اللي عندهم او العربيات اللي عندهم. ومع زيادة المعروض وضعف الطلب فطبيعي ان العربيات سعرها يرخص. رقم 4، دخول منافسين جدد. العلامات الصينية بالذات بدأت تخش بمنافسة قوية وتنزل عربيات بأسعار أقل وبجودة تعتبر شبه الكوري وشبه العربيات اليابانية أو العربيات اللي احنا بنشوفها في السوق، يعني بتديك مواصفات كويسة وبأسعار أقل. فالشركات التانية كمان اضطرت ان هي بتنزل من أسعار عربياتها عشان تعرف تبيع وترضي المستهلك. رقم 5، تخليص مخزون الموديلات الحاليه. يعني الناس اللي عندها مخزون من موديلات 2025 و2024 بتحاول ان هي تخلص فيها قبل نهايه السنه، عشان موديلات 26 خلاص نازله. وكل سنه بيعملوا نفس الكلام، التجار بيبداوا ينزلوا في اسعار العربيات او يعملوا عليها عروض او يقللوا في الاوفر برايس. وفي الاخر هقول لك يعني ايه اوفر برايس، تمام، عشان خاطر يخلوا المستهلك يشتري او يخلصوا المخزون اللي عندهم. وبالتالي لما بينزل موديلات 2026 فبيقدروا ان هم يحطوا عليها اوفر برايس عالي او يخلوا سعرها عالي، وفي نفس الوقت بيكونوا خلصوا العربيات القديمه اللي موجوده عندهم كلها. رقم 6، ضعف القدره الشرائيه في مصر. طبعا مع ارتفاع الاسعار عموما في مصر، مش اسعار العربيات بس، مع ارتفاع الاسعار عموما فالناس بدات تتجه زي ما قلنا في النقط اللي فاتت للسلع الاساسيه، فما بقوش بيشتروا عربيات، وده اللي ادى لضعف الطلب وزياده العرض. وعلى فكره معظم هبوط الاسعار من التجار بيبقى في الاوفر برايس، يعني ما بيبقاش العربيه نفسها من الشركه سعرها رخص، لا، بتبقى الاوفر برايس بتاع العربيه. ايه هو الاوفر برايس؟ الاوفر برايس ده سعر التاجر او الوكيل هو اللي بيضيفه على سعر العربيه الاساسي. يعني العربيه مثلا لو ب 500,000 جنيه، ولنفترض الوكيل منزلها ب 500,000 جنيه، المعرض بياخدها وبيحط عليها مثلا 50,000 جنيه، تبقى بيبيعها ب 550. ايه المقابل؟ المقابل ان انت لو رحت تشتريها من الوكيل مباشر ممكن تستنى شهور عشان تستلم العربيه، لا، المعرض بيوفرها لك ب 550,000 بس بيسلمها لك تسليم مباشر. فال 40,000 او ال 50,000 اللي بيتحطوا فوق ثمن العربيه ده هو ده الاوفر برايس اللي التاجر بيضيفه، وهو ده اللي بينزل فيه دلوقتي، وهو ده السبب في تنزيل اسعار العربيات، او هو ده معظم السبب في تنزيل اسعار العربيات. طب ليه بننزل الاوفر برايس؟ عشان زي ما قلت لك عايز يخلص من المخزون اللي عنده. انا عندي عربيات كتير 2025 وخلاص احنا في اخر السنه، و2026 العربيات بتاعتها نازله. طب انا محتاج ان انا اخلص المخزون اللي عندي ده وابيع العربيات اللي عندي عشان اعرف اشتري ال 2026 الموديلات الجديده اللي الناس هتدور عليها. تقول لي طب هو الاوفر برايس ده يعني هينزل اسعار العربيات جامد بالطريقه دي؟ على فكره عايز اقول لك ان في عربيات الاوفر برايس فيها بيوصل 200 و 300 الف جنيه، يعني التاجر بيجيبها ارخص من ثمنها. يعني مثلا العربيه تبقى بمليون 200، مليون 300، مليون ونص، التاجر بيبيعها بمليون 700، مليون 800، في مقابل ان هو بيسلمها لك تسليم فوري. طب ليه بيحصل الاوفر برايس ده؟ او ليه الناس بتوافق على الاوفر برايس ده؟ لما تكون العربيه مش متوفره بكميات كافيه، فالتاجر بيستغل الكميات اللي موجوده عنده وبيبيعها وبيحط عليها الاوفر برايس بتاعه. ولو هتشتري من الوكيل زي ما قلت لك ممكن تستنى شهور على ما تستلم عربيتك عشان تستلمها بنفس السعر بتاع اللي نزل من الشركه، فالتاجر بيقول لك لا، استلم مباشر. مقابل ايه؟ مقابل الاوفر برايس. وعلى فكره هو مش سعر رسمي، الاوفر برايس ده بيتغير من تاجر للتاني او من معرض للتاني، يعني هو مش سعر رسمي للعربيه اصلا. نيجي بقى للجزء الاخير والاهم، هل كل العربيات سعرها نزل ولا عربيات معينه بس هي اللي سعرها نزل؟ لا، الاجابه ان مش كل العربيات سعرها نزل، هي عربيات معينه بس اللي في السوق سعرها نزل. زي ايه يا عمده؟ اقول لك زي ايه. زي الشيفروليه كابتيفا، ثمنها نزل 350,000 جنيه تقريبا، وهي اصلا في السوق طبيعي سعرها واقع، فما بالك ان انت دلوقتي مفيش بيع ولا شراء، فطبيعي ان هي تنزل 350,000 جنيه، يعني يمكن ده يحسن سوقها شويه. شيري تيجو 7 نزلت 140,000 جنيه، هي 8 يعني ايه؟
شيري تيجو 8 نزلت 225,000 جنيه. هيونداي توسان نزلت 151,000 جنيه. الناس بتوع الكوري يفرحوا بقى دلوقتي. طرازات جيتور الجديده عليها تخفيضات بتوصل ل 240,000 جنيه. ستروين سي 5 نزلت حوالي 240,000 جنيه. شيري تيجو 7 برو نزلت 110,000. فيش عندهم برو ماكس؟ كيا سبورتاج نزلت 175,000. تويوتا كرولا نزلت 100,000. يعني تويوتا معروف ان عليها طلب وعليها استهلاك، حتى لو الاسعار واقعه والدنيا واقعه تويوتا بتتباع عادي، ما العربيه بتعطلش. ازاي تنزل 100,000 مش عارف، بس ما علينا. بايك اكس 55 نزلت 100,000. هيونداي توسان نزلت من 120,000 ل 150,000 جنيه. هافال اتش 6 نزلت 60,000 جنيه. 60,000 جنيه الرقم غريب ده. سكودا كودياك واوكتافيا كل واحده فيهم نزلت حوالي 200,000 جنيه. وفي موديلات من العربيات الكهرباء اسعارها نزل برضه. وعلى فكره التصنيع المحلي في العربيات اللي بدا يحصل في مصر من بدايه 2025 بقى سبب كبير جدا من نزول العربيات. ولسه لما التصنيع المحلي ده يبدا ينتشر في السوق هتلاقي يعني هبوط الاسعار ده هيزيد اضعاف واضعاف كمان، لان التصنيع المحلي لما يبقى منتشر وموجود في السوق هتلاقي المصريين كلهم او لما ناخد الثقه في العربيات اللي نازله جديد دي هنبدا ان احنا نتجه عليها ونشتريها. فهتلاقي ده الكل منتشر زي زمان كده. مصر وفيات 128 هم اللي كانوا منتشرين في الشوارع المصريه. 131 الحاجات اللي كانت مصر بتصنعها كلها هي اللي كانت منتشره في الشوارع المصريه. فالشركات اللي بدات تعمل تصنيع محلي في مصر دلوقتي لو انتشرت زي ما زمان كانت العربيات دي منتشره هتلاقي ان العربيات كلها المستورده اسعارها هترخص، لان مش هيبقى لها طلب خالص. والسؤال الاهم من ده كله، هل تشتري دلوقتي ولا تستنى شويه العربيات ترخص اكتر؟ انا من وجهه نظري ان انا بقول لك لما العربيات المحليه التصنيع المحلي والتقفيل المحلي هينتشر اكتر في السوق، فمن طبيعي ان العربيات المستورده دي كلها اسعارها هتنزل. فساعتها انت لو عايز تشتري من العربيات المحليه هتلاقي وسعرها هيكون ارخص، ولو عايز تشتري عربيات مستورده هتلاقي وسعرها برضه هيكون ارخص. ده غير ان انت كل ما هتقرب على نهايه السنه كل ما العربيات هترخص اكتر والتجار هيعملوا عروض اكتر عشان يخلصوا من المخزون اللي عندهم زي ما قلت لك. وفي النهايه للاسف مفيش حاجه مضمونه. في الاخر ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتسيب لي كومنت لو عايز تسال على حاجه، وما تنساش تشترك في القناه لو مهتم بمحتوى العربيات. السلام عليكم.